سميتي آية العراقي وجيت اليوم باش نسولكم واحد السؤال. شحال من مره كتاكلوا الحوت في الشهر ولا في السيمانه؟ تخيلوا معايا نشدوا الجلد ديال الحوت نديروا ليه اعاده تدوير ونخرجوا منه منتجات دوليكس، حوايج واكسسوارات. تماما هذه هي الفكره اللي جات بها آية العراقي للبرنامج، واللي بها قدرت تخلي المستثمرين كلهم باغيين يستثمروا في المقاوله الناشئه ديالها واللي سميتها كويمير. المستثمرين انبهروا بالفكره ديال كويمير ونقدروا نعتبروها هي الاولى من النوع ديالها في المغرب. آية العراقي غادي تقدم للمستثمرين عرض بقيمه 400,000 درهم مقابل 5%. 400,000 درهم كونتر 5%. المستثمرين كما قلنا عاجبهم الفكره ديال كويمير، ولكن قبل غادي يسولوها شي اسئله اللي غادي يكونوا شويه قاصحين. آية العراقي بكل ثقه في النفس غادي تجاوبهم على كاع الاسئله وغادي تخليو يزيدوا يثقوا في كويمير، وهذا الشيء اللي خلى ايران يقول لهم انا نستعد بوحدي نستثمر 400,000 درهم، حيت متاكد هذا الشيء غادي ينجح في المغرب وحتى برا المغرب. ولكن المستثمرين غادي يقول لي بلاتي حتى حنا باغيين نستثمروا. المستثمرين كلهم غادي يقدموا عرض لآية العراقي بقيمه 800,000 درهم مقابل 20%، وآية العراقي غادي تجي 20% شويه بزاف. غادي تطلب للمستثمرين انها تمشي تشاور مع الصديقه والشركه ديالها. انا وخوله كان اكسبتو لوفر ديالكم. وغادي يوافقوا على العرض اللي اقترحوا عليهم المستثمرين. حاليا في 2025 كويمير باقي خدامه وعندهم ستور ديالو اللي سميتو كويمير.com واللي باقي كيبيعوا فيه المنتجات ديالو.